انتبهوا يا أولاد، نحن الآن في طريقنا إلى حقول الريف الجميلة، وحتى نقضي رحلتنا بسلام أرجو أن تتبعوا التعليمات التالية: لا تقطفوا الأزهار، ولا تلقوا الحجارة على الأشجار، قوموا بإلقاء القمامة في السلال المخصصة لذلك، واحذروا من اللعب في الترع والبرك الطينية، فهذه جميعها تسبب الأمراض. أكرر ثانية: اهتموا جيداً بأن تحافظوا على نظافة أنفسكم والمكان، فأكثر ما يزعجني هو عدم الاهتمام بالنظافة. ألم أكن واضحاً بالدرجة الكافية؟ يا أنت، لا تلقي القاذورات في الشارع. وضوض، انظر البقرة، هل تعرف كيف تقلد صوتها؟ أنا أعرف. نعم، من؟ كل عام وأنت بخير يا سيد عزوز، إنه عيد ميلادك. سيدة فاتن، وأنت بخير، ولكن كيف عرفت تاريخ ميلادي؟ أخبرني زوجي بذلك، وسننتظرك اليوم في 5 مساء. لقد أعددت لك أصنافاً من الطعام والفاكهة التي تحبها. وهل غسلت الفاكهة جيداً؟ ماذا؟ ما هذا الشيء؟ لا أكره شيئاً في حياتي أكثر من عدم النظافة. حسناً، سأغسلها ثانية. أقصد، شكراً جزيلاً سيدة فاتن، أنتم جيران كرماء حقاً. أرجو أن تحضر في الموعد، فقد أحضرنا لك هدية أنا واثقة أنها ستعجبك. ماذا؟ هدية؟ لم يحضر لي أحد هدايا منذ سنوات عديدة. سيدة فاتن، شكراً جزيلاً لك. إلى اللقاء. القطن هو الذهب الأبيض يا أولاد، لأنه يعد ثروة عظيمة، وقد أحضرت معي بعض الملابس التي تصنع من القطن، سأريها لكم. أين هي؟ يبدو أنني نسيتها في السيارة. حسناً، ستشاهدونها في طريق العودة. عندما تتفتح لوزات القطن، يقوم الأنفار بجمعها وإرسالها إلى المحالج لفصل البذور عن الألياف، ثم إرسالها إلى المعاصر لاستخراج زيت بذرة القطن. أما القطن فيرسلونه إلى مصانع الغزل والنسيج ليصنعوا منه الخيوط والأقمشة، والتي منها تصنع الملابس. سأريكم العديد منها في طريق العودة. والآن لدينا فترة حرة، ولكن لا تذهبوا بعيدا يا أولاد، ولنجتمع هنا عند سماع صوت آلة التنبيه، ولا تنسوا التعليمات. كلا يا وضوض، ألم تستمع إلى تنبيهات الأستاذ عزوز وهو يقول لا تقطفوا الأزهار؟ بلى، لكنني أريد أن أقدم له هدية بمناسبة عيد ميلاده. ألم تسمع ما قاله؟ إنه لم يتلقى هدية واحدة منذ سنوات، وهذه فرصتنا لنعبر له عن حبنا. أوافقك الرأي، لكنه لن يقبل الأزهار إذا خالفنا التعليمات وقطفناها. معك حق يا بطبط، ولكن ماذا سنحضر له؟ لا شيء في الحقل سوى الأزهار. إذن فلنبدأ في مغامرة البحث عن هدية للأستاذ عزوز. رائع، هيا بنا. فكرة رائعة. هل يمكنني أن أشترك معكما؟ كلا، فهذه مغامرة بسيطة ولا تحتمل شخصاً ثالثاً. إنه شخص فضولي جداً. هل أنا كذلك؟ لم أقصد أن أكون فضولياً، ولكن ليس لدي أصدقاء. كنت أود أن أشترك معهما في المغامرة. لا أحتاج إليهما، سأقوم بالمغامرة وحدي، بل وسأتفوق عليهما أيضاً. ثمار التوت، إنها حقاً هدية رائعة. أنا واثق أنها ستعجب الأستاذ عزوز. انظر يا وضوض، إنها ثمار التوت. يبدو أن مغامرتنا ستنتهي بأسرع مما توقعنا. هل معك شيء لنجمعها فيه؟ ليس معي سوى علب عسل النحل هذه،
لكنها ما زالت مليئة بالعسل. توقفا. أنت فليتن. هذه المرة أنتما المتطفلان، فقد سبقتكما إلى جمع الثمار. حسن، سنتركها لك، فمن صفات المغامرين الشجعان ألا يتعدوا على جهد الغير. هيا بنا يا وضوض. لكنني أنصحك يا صديقي أن تبحث عن هدية أخرى. فلا أظن أن الأستاذ نظافة، أقصد الأستاذ عزوز، سيقبل ثمارا تم جمعها من الأرض المليئة بالقاذورات. لابد أن أجد مكانا عاليا لأرى منه التلاميذ. حسنا، أستطيع أن أرى بعضهم. هل أضعت شيئا يا فوفو؟ انظر يا وضوض، إنه بئر يبدو أنه قديم. هل يمكن أن نشرب منه؟ أعتقد ذلك. الحبل يبدو ضعيفا. الحمد لله. هيا بنا. هل تريد بعضا من العسل؟ هل تعتقد أن معاملتنا لفوفو كانت سيئة؟ كان يبدو عليه الغضب. دعك من هذه الأفكار، فأمامنا مغامرة صعبة ولابد أن أعتقد أننا أخطأنا في حقه. يجب أن نعود لنعتذر له. هيا بنا. رائع. أعتقد أن هذا يكفي. كلا، لابد أن أجمع أكثر حتى أتفوق على المغامرين. لا تفعل ذلك يا فوفو، فأنت بذلك تخالف التعليمات. ابتعد عني. أنتما تريدان أن تتفوق علي حتى تسخر مني. لن أسمح لكما بذلك. هذا ليس وقت العناد يا فوفو. جئت لأعترف بخطئي وأصلح الأمر. كلا، لم تأتي لتعتذر بل لتأخذ مني الثمار. قلت لك ابتعد عني. إنها خلية نحل. هيا أسرع يا فوفو، أسرع. دعنا نصل إلى هذه الشجرة ونختبئ خلفها. لا أستطيع، إنها بعيدة. هيا تشجع يا صديقي، تشجع. صديقي. هيا يا فوفو، اقفز في البركة الطينية. ماذا؟ لا يمكن، الثمار ستتسخ. ماذا كنت تريد أن تقول؟ هل قلت صديقي؟ نعم. ترى أين ذهب هذا البطبط؟ كم أكره أن أكون تابعا له. سأسأل هذين الولدين، يبدو أنهما من أهل القرية. لقد تخلصنا من النحل بأعجوبة. أشكرك على مساعدتك يا بطبط. لا مانع عندي من أن تقاسماني هدية الأستاذ عزوز. مساء الخير. هل رأيتما صديقي بطبط؟ إنه قصير وشكله مبطبط مثل الباذنجان. وضوض، إن وجهك مليء بالعسل. سيعود النحل ليهاجمنا إن لم تخف. ألم أسمع هذا الصوت من قبل. أنا متأكد أنني إنني أحتاج للمساعدة. الناس ساعدونا. الناس. لقد قاربت الشمس على المغيب. يجب أن نستعد للرحيل. لم يعد لدينا هدية نقدمها للأستاذ عزوز، فقد اتسخت جميع الثمرات. سوف نقص عليه ما حدث، فربما يقدر ما فعلناه من أجله. هل تعتقدان أن الأستاذ عزوز يمكنه أن يتعرف علينا ونحن في هذه الحالة؟ وزوز وبطبط على قناة موكي. لو عجبتك الحلقة دوس لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد.